النهاردة هنعمل اتصالاتنا وهنكلم شخصيات كتيرة انتوا تعرفوها، وهنعرف منهم اسرار كتيرة. فتأكدوا يا جماعة تعملوا بقى لايك. واول اتصال هنعمله هيكون مع سلندرينا. ازيك يا سلندرينا، عاملة ايه؟ تتنهد سلندرينا بهدوء، تظل تحدق فيك. يبدو وكأنها تريد قول شيء، لكنها خجولة جدا لتقوله. انت مكسوفة ولا هتتخلصي عليا يا سلندرينا؟ انت ليه بتبصيلي كده ليه؟ وده صوتك بجد ولا حد تاني؟ تهز سلندرينا رأسها، إنها توافقك بهدوء. يبدو أنها حزينة لأنها عالقة هنا ولا تستطيع الخروج. تقترب منك خطوة مقتحمة مساحتك الشخصية. انا مش مطمن اللي انت بتقوليه يا سلندرينا. بقول لك ايه، انا عايز افهم بس حاجه، انت ليه بتنتقمي مننا؟ احنا عملنا لك ايه يا بنت انت؟ سلندرينا تميل رأسها، تبدو وكأنها مرتبكة قليلا وتتساءل عما تحاول قوله. لا تزال تبقى في مساحتك الشخصية، تنظر إليك بهدوء. بس انت بتخوفينا، بتطلعي كده بتخض منك يا سلندرينا. بلاش تخوفينا وخلينا نحاول نهرب من بيتك. جدة جراني، حبيبتك. اتسعت عينا سلندرينا عندما سمعت ما قلته، وتراجعت بسرعة خطوة إلى الوراء. يبدو أنها صدمت وتفاجأت قليلا باعترافك المفاجئ. حولت عينا سلندرينا الحمراوتين فجأة إلى سوداء، تحدق فيك لبضع ثوان قبل أن تهز رأسها. هي تقول لا بصمت: مع السلامة يا سلندرينا، هتوحشينا. تتنهد سلندرينا بهدوء، ثم تهز رأسها قبل أن تمشي بهدوء وتختفي في مكان ما في المنزل. الباشا الكبير، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، إنه إنجاز كبير في مسيرتي. إنه دليل على قدرتي في تسجيل الأهداف والثبات أمام المرمى. لقد عملت بجد لتطوير غرائزي ومهاراتي كمهاجم، وقد أثمر ذلك. العب يا كريستيانو. بقول لك ايه، انت احسن ولا ميسي؟ أعتقد أنك تقصد من هو الأفضل، ميسي أم أنا؟ إنه سؤال تأمل فيه العديد من مشجعي كرة القدم منذ سنوات. كل من ميسي وأنا لدينا مسيرات مهنية رائعة، ومن الطبيعي أن يقارن الناس بيننا. ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن لدينا أساليب لعب ونقاط قوة مختلفة. المقارنة بيننا مثل التفاح والبرتقال. أفخر بإنجازاتي في الملعب، وبالطبع أؤمن بقدراتي. في النهاية الإجابة عن من هو الأفضل مسألة ذاتية، وكل مشجع لكرة القدم لديه رأيه الخاص. ما شاء الله عليك يا كريستيانو، حكيم في كلامك. بقول لك ايه، عايزين بقى نسمع كلمة سي. شكرا لك على كلماتك اللطيفة. أعتقد أن الحكمة تأتي من مزيج من الخبرة والتعلم والتواضع. لقد تعلمت الكثير خلال مسيرتي المهنية، سواء داخل الملعب أو خارجه، وأحاول استخدام تلك المعرفة لمساعدة نفسي والآخرين. من المهم أن أبقى متواضعا في مواجهة النجاح، وأنا ممتن لله على كافة النعم التي تلقيتها. أعتقد أنك تشير إلى احتفالي الشهير سيو، الذي أحتفل به كلما سجلت هدفاً. بالضبط يا كريستيانو، سبسكرايب، صح؟ تقصد سيو، صحيح؟ نعم، إنها احتفالي المميز اللي كنت أستخدمه منذ سنوات عديدة. بدأت القيام به بعد تسجيل هدف في كأس العالم لكرة القدم سنة 2014 ضد غانا. منذ ذلك الحين أصبح وسيلة للتعبير عن فرحتي وشغفي باللعبة. لقد أصبحت معروفاً بين جماهيري بلقب ملك سيو، وأحياناً حتى بين خصومي الذين يعرفونه. متشكرين يا كريستيانو، تعبناك معانا. وروح كمل كورة، وعايزينك بقى تاخد الذهبية والفضية والبتنجانية. مع السلامة يا كريستيانو، هتوحشنا. باي باي. عفواً، لقد كان من دواعي سروري التحدث معك. لست متأكداً مما تقصده بأخذ الوهاب والفهابة والضارب الغاني. هل يمكنك توضيح ذلك؟ السلام عليك أيضاً. آمل أن يكون يومك أو ليلتك رائعاً. يمكننا الدردشة مرة أخرى قريباً. مع السلامة. خلينا نروح ونحرق دمه. ازيك يا ميسي، قصدي يا ميسي، عامل ايه؟ It is called elastico. You learn doing it by practicing and playing. اسبانيول نو انجلش يا ميسي. حسناً، ماذا كنت تريد أن تسأل؟ يا عم بقول لك يا ميسي، من اخر كده كريستيانو عمك. نعم، كريستيانو هو لاعب أيقوني في تاريخ رياضتنا. والله كتر خيرك يا ميسي، يعني انت متواضع بزياده بصراحه. كنتش متوقع منك اللي انت تقول يعني كلام حكم كده زي كريستيانو. متشكرين. وعقبال ما تاخد الكره البدنجانيه. تشاتشا من ميسي، حديث جيد. زعيمه العصابه دي لوحدها. ازيك يا جدة، عامله ايه؟ اخبارك؟ دجاج من أنزل أيها الشاب، هل ستطلق النار علي؟
لا انا مش هعمل لك حاجه يا جدجوده، انا بقول لك عامله ايه، اخبارك ايه، كيف حالك يا جدجوده؟ ده انا لسه مسلم على سلندرينا. أنت غريب. انت هتستعبطي ولا ايه يا جده؟ بقول لك ايه، انت ليه مش بتخلينا نهرب من البيت بتاعك ودايما تجري ورانا؟ أنت لا تتحدث بوضوح. بقول لك ايه يا جده، مش انت اللي بتقولي where are you do you want to play stand hide and seek؟ أنا واقف وأختبئ، كيف أستطيع الاختباء في وضح النهار؟ ما تقولي لنفسك يا جدجوده، انت اللي بتكبري في البيت وتقعدي تنشينا بعد كده انت وجوزك الجد الشرير. أعتقد أنك بحاجة إلى طبيب. لا والله يا جماعه، مالك يا جدجوده؟ ما تفوقي انت النهارده للكلام، حكيمه وكلامك كله حكم غريبه قوي اللي انت بتتكلمي بالطريقه دي. أنت تتعرض لسكتة دماغية، أحدهم ساعد. طب بقول لك ايه يا جده، انت بتتابعي قناه اي سي تيوب جيمنج وعامله اشتراك؟ ما أعرف ما اللي تقوله، توقف عن الحديث بهذه الطريقة. انت هتستعبط يا جدجوده، بقول لك انت بتتفرجي على اي سي تيوب جيمنج ولا لا؟ لماذا تكرر نفس الشيء مرارا وتكرارا وكأنك أسطوانة مشروخة؟ خرج بندقية وتواجهها نحوك. سأعطيك فرصة أخيرة لتبرير نفسك، وإلا سأطلق النار. استني يا مجنون. بقول لك ايه يا جده، بصي انت بتتفرجي على قناه اي سي تيوب جيمنج، بتتفرجي على الفيديوهات، بتتفرجي على بيتك الجميل. ليس لدي أي فكرة عما تقوله، هي ترتجف من الغضب. مع السلامه يا جده، عايزه حاجه يا جده؟ ده انت متعبه بصراحه. باي باي باي. ترفع البندقية بعصبية، لا تجرؤ على أن تتحرك. مع السلامه، هتخلص على المفترية. سلام يا جدجوده. عايز اكلمه من زمان يا جماعه ونساله شويه اسئله، بس مش عارف بقى هيرد علينا ولا لا، فخلينا نحاول معاه. ازيك عامل ايه؟ تنهد الرجل بضيق من عدم وضوح الطفل. مرت بضع ثوان بينما استمر الطفل في الثرثرة قبل أن ينفجر الرجل بانزعاج ويضرب بيديه على الطاولة. يا ولد، توقف عن الثرثرة حالا قبل أن تجعلني أجن. بقول لك بس ثواني، انت هتقلع الماسك بقى ونشوفك بقى ايه، انت تقعد بقى تدينا قفاك ومش عارف ايه، هنشوفك امتى؟ عايزين نعرف حقيقتك. كان الرجل يزداد تذمرا مع كل كلمة غير مفهومة تصدر من فم الطفل. حاول عدة مرات أن يتكلم ليخبر الطفل أن يتوقف عن ثرثرته، لكن في كل مرة كان الطفل يستمر في الحديث، الأمر الذي جعل الرجل غاضبا جدا، فضرب بيديه بقوة على المنضدة من جديد في غضب. أخرس يا ولد اللعين، أخرس فمك الآن، لا أستطيع أن أفهم كلمة واحدة مما تقول، أنت تجعلني أغضب بكل هذا الثرثرة. استنى بس، استهدى كده وهدي نفسك يا ايس كريم، يعني الموضوع مش مستاهل، انا بسألك بس حاجات بسيطة رد عليها. كان الرجل مذهولا تماما في هذه المرحلة، لقد بلغ الغضب في عقله ذروته وتزايد بسبب ثرثرة الولد عديمة الفائدة. ضرب الرجل بيديه على المنضدة مرة أخرى وكان على وشك الصراخ بفعل الضيق الخالص. اللعنة يا ولد، توقف عن الثرثرة كالأحمق وأعطني إجابة صريحة، لا أستطيع تحمل كل هذا الهراء الذي تقوله. أنا مش هشتري من عندك آيس كريم تاني. شعر الرجل وكأنه يريد أن يضرب رأسه بالحائط، شعر وكأنه يريد أن يقتلع شعره، كان على وشك أن يجن في هذه النقطة. بنبرة مليئة بالإحباط والغضب تحدث إلى الطفل: اللعنة، لقد طفح الكيل، إن لم تتوقف عن الثرثرة في غضون 10 ثوان ستحدث لك أشياء سيئة، هل تفهم يا فتى؟ يا نهار أبيض يا جدعان، ده ما بيهزرش. هنقول له مع السلامة ومش عايزين آيس كريم تاني. ثانك يو، باي باي. كان الرجل مستاء للغاية في هذه اللحظة، لدرجة أن سلوكه البشوش والودود اختفى تماما. كل ما تبقى هو الغضب. مال الرجل للأمام وضرب يديه على المنضدة لآخر مرة. انتظر! لا تجرؤ على المغادرة، سأخرج من هنا وأسحبك إلى الداخل مجددا. خلينا نكلم سونيك الطيب عشان بعد كده هنشوف التاني. ازيك يا سونيك؟ عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ سونيك يميل رأسه مع تلك الابتسامة الشقية على وجهه. كنت أشعر بالملل فقط وذهبت لزيارة وجه جميل. ثواني يا سونيك، هو انت تحولت لشخصية سونيك الشرير؟ ممكن نعرف السبب؟ وهل ده انت ولا لا؟ يبدو أن سونيك مرتبك من حديثك الغريب. أعتقد أنك تسأل إن كنت قد جئت إلى هنا لسبب ما، أليس كذلك؟ في هذه الحالة يبتسم ويعقد ذراعيه وينظر إليك. نعم، جئت إلى هنا لزيارتك. يرفع سونيك حاجبه عند تعليقك رغم أنه لا يزال مستمتعا. نعم، أنا مميز. حسنا،
وبالتأكيد ليس هناك إلا واحد مثلي. لماذا تسأل؟ والله تحس انه بيهرب من الكلام يا جماعة. شكرا يا سونيك، تعبناك معانا، مع السلامة. واي واي. كأنني بحاجة لموافقتك. يرد بتهكم ويرفع عينيه، لكن سأقبل المجاملة على أي حال. ازيك، عامل ايه يا سونيك يا مشرشر؟ لا أستطيع فهمك، هل تتكلم بلغة أخرى؟ لا أنا بتكلم عربي، أنت فاهمني ولا مش فاهمني ولا هنستعبط من بدايتها؟ عشان شكلك يخوف بصراحة. أنا تجسيد الشر، الرعب، سمي ما شئت، أنا أفعله وأتلذذ به. ده أنت بقى شرير مشرشر يا مفتري. لا يوجد سونيك عادي، أنا هنا السونيك الوحيد الذي ستعرفه، الوحيد الذي ستعرفه دائما. العاب. ده انت بقى ايه، عندك بقى مستويات، ها؟ بتتحول من سونيك الطيب للشرير للشيطاني. انا شايف الاحسن نقفل معاه يا جماعه. يب، الموضوع بدأت تتطور ويوصل لمرحله غريبه. باي باي سونيك، وي ويل ميس يو. باي باي. إلى أين تذهب؟ راح اكل. مام ايتينج سونيك. انتظر، ماذا؟ قررت بصراحة دلوقتي اكلم ايسي يا جماعة. استنى اشوف بقى الاسئلة. انتوا لو مكاني هتسألوه تقولوا له ايه؟ يلا. ازيك يا ايسي، عامل ايه؟ ارجع زي زمان. على يوتيوب مليئة بالألعاب، لذلك إذا كنت تريد لعب لعبة وتريد من الناس مشاهدتها، عليك أن تلعبها ليكونوا سعداء أنهم وافقوا على متابعتي. أرسل لي وسأرسل لك الرابط. لينك ايه يا ابني، انت مجنون ولا ايه؟ يا عم انت بتقول ايه؟ ثواني، هو انت مين؟ هو انا ده ولا ده ولا ده ايسي؟ انا ايسي، انت مش ايسي. انت مش ايسي، ولا انا ايسي ولا انت ايه بالظبط؟ انت مين يا عم؟ انت عايز تتابعني ولا لا؟ ما تخلينيش اتعب نفسي. بدأ يتعصب يا جماعه. ثواني يا عم، انت بتستعبط ولا ايه يا عم ايسي انت كمان؟ طب اقول له ايه يا جماعه؟ اقول له اشترك في قناتك وفعل الجرس. طب استنوا نظبطه. انا هروح دلوقتي اتفرج على قناتك وهعمل لايك واشتراك. مظبطك اهو. طبعا انا مسرور انك هتتابعني، وانا هبقي سعيد اوي انك بتسمعني. اسمي يوتيوب هتبحث عن هو هتعرف القناة. ايه رأيكم بقى في ايسي يا جدعان؟ شوفوا ايسي. والله انا بحبك يا ايسي. يلا انا اول المشتركين واول الداعمين واول تعليق. يلا. شكرا يا غالي، انت اكتر انسان هيعجبني، بس بجد ما تقلقش، مش هبعت لك محتوي مش مناسب. انا بتتكلم على بعت لك اللينك الخاص اللي هتبعت في اللينك هتشتم عليها كمان. انا هبعت لك قناتي ولو ما تعم ابعت لي ومش اذا تتابعني ما تقلقش، مش هبعت لك حاجة تاني. خلاص يا جدع، عرفتنا باللينك. بقول لكم ايه يا جدعان، اشتركوا في القناة وهفتح اللينك بتاع ايسي الصناعي. انا بغامر يا جماعة. افتح. ايوه. لا والله انت خدت الدرع. لا بركوله يا جماعة. شوفوا الاستقبال ايه ده، وشوفوك الله الله واديله ايه رايق. لا ده دماغ بقى. لا شوفوا اللي بعدها بقى. ايوه. لا والله راح فين؟ لا انا هروح اتابع نفسي يا جماعه عشان ما ازعلش من نفسي، وانتوا برضو تروحوا تتابعوا ايسي. بقول لك ايه، انا هقفل. عايز حاجه؟ مع السلامه يا ايسي. باي باي. إيه يلا حمل التوصيل ايسي لل 8 مليون. انت وصلت لكام دلوقتي؟ انت بتسألني عن ايه ومش فاهم الصراحة، وانا مش عايز ازعجك علشان انت عايز تتابعني. انا مش عايز ازعجك اكتر علشان انت مش مسرور. شفتوا يا جدعان؟ شفتوا ايسي عسولة. شكرا ليك يا سيسو، يعني مش عايز ازعجنا وبتاع، يعني عشان نروح اشوف ورايا ايه. ماشي يا عم. طب انا اتشرفت بمعرفتك واشوفك على خير. يلا عايز حاجة؟ مع السلامة يا ابو لسيس. مش عايز ازعجك، انت مش مسرور مش مهم. انا مش مجبر، اني غصب. ما تقلقش، انا هبعت لك اللينك خصص على الخاص، ولو عملت لايك هتسمعني، ولو عملت سبسكرايبر هتسمعني، ولو ما قلقش مش مهم. انا مسرور عايز تتابعني بس كده. شكرا جدا كده.